انا معايا بيجوهات دلوقتي، لسه مغير بيجوهات. ده توريها لنا. هي دي شكل البيجوهات. باشمهندس ورينا معلش البيجوهات يا باشمهندس. ده ماشي عليها 40,000 كيلو. تمام. وحضرتك لسه قايل لي ان في حد تاني مركب معاك. احنا العيله كلها مركبه. احنا 3 اخوات ووالد، 4 عربيات في البيت مركبين كلنا. ما شاء الله. عندي مصنع ابواب بلاستيك، عايز اركب العربيات كلها. محمود نصر عبد الرحمن، سكودا اوكتافيا اي 5 2006، موديل 2006. تقريبا نقول من 30 ل 40% العربيه. يعني الاول كان الار بي ام، انا العربيه عندي فيها كمبيوتر حاجات، كان مثلا ال 100 كيلو بيقروا 9 و10 وكده، دلوقتي بقت 7 6. ما شاء الله. فقل جامد يعني. حتى التفويل اللي انا كنت مثلا كل اسبوع، كل مشاويري مثلا بحط مثلا ب 700 جنيه، دلوقتي لا، ما ممكن تقعد معايا اسبوعين. قبل ما اركب انا عربيتي بنزين وغاز، فكان العمه اللي هي بتاعت الاكسجين، اللي هي اللي بتدخل الهواء للعربيه على طول، كانت كل شويه بتتوسخ وكل شويه عليها رشح زيت ومتبهدله على طول. عملت صيانه وجيت ركبت الجهاز، بسم الله ما شاء الله العربيه لقيتها فايقه جامد واتحسنت. البوجيهات دي كان برضو عشان الغاز بيحرق جامد، فكان كل شويه اغير بوجيهات، كل شويه اغير فلتر. الموضوع ده خلاص يعني ما بقتش اعمله على طول، يعني كل مثلا 30 40 الف فعلا. البيجو بقى يقعد اكتر يعني. في واحد صاحبي هيجي ان شاء الله شغال معايا ومعاه عربيه اوبترا.